فيه قصص بتوجع القلب، قصص بتفضل علامة في تاريخ الفن، مش علشان بطولات أو نجاحات، لكن لأنها مليانة معاناة ودموع، ورغم ده بتنتهي بشكل غامض لحد النهاردة محدش عارف سره. ومن أبرز القصص دي قصة الفنانة المصرية حنان الطويل. اتولدت حنان يوم 12 فبراير سنة 1966 في مدينة سنورس بمحافظة الفيوم. بنت من عيلة بسيطة جدا، لكن عندها قلب كبير جدا، طيبة فوق الوصف، بتحب الناس وخصوصا الأطفال، وكانت دايما معروفة بأنها تساعد كل محتاج. لكن للأسف الطيبة دي كانت بتتقابل بتنمر وسخرية من حواليها. من صغرها كان ليها عالمها الخاص، عالم مليان تمثيل وضحك وغنى. أي نشاط فني أو مسرحية في المدرسة كانت أول واحدة تقف على المسرح، كأنها اتولدت علشان تعيش جوه الأضواء وتشوف نفسها في دنيا الفن أكتر من أي دنيا تانية. لكن مع مرور السنين كان في حاجة تانية جواها بتكبر معاها. الحقيقة إن حنان اتولدت في الأول باسم طارق، ومع الوقت بدأت تحس إنها محبوسة في جسد مش بتاعها، إحساس صعب محدش يقدر يتخيله غير اللي مر بيه. اعترفت قدام أسرتها برغبتها إنها تعيش كفتاة، لكن اللقاء كان صعب، محدش قدر يسمعها ولا يفهمها. وقتها أخدت القرار الأصعب، غادرت مصر وراحت لوحدها تواجه مصيرها، وهناك عملت العملية اللي بدلت حياتها. ومع رجوعها ما كانتش هي نفسها، كانت حنان الجديدة. القرار كان شجاع، لكن التمن كان غالي. المجتمع ما استقبلهاش بالترحاب، بالعكس واجهت تنمر وسخرية بشكل يومي. كل خطوة في الشارع كانت عبارة عن معركة، كل كلمة جارحة كانت بتوجعها أكتر. لكن رغم كل ده حنان ما استسلمتش. أول ما ظهرت في عالم الفن ظهرت بأدوار صغيرة، لكن خفة دمها كانت مختلفة. الناس لما شافوها قدام الكاميرا حبوها من أول مرة. اشتهرت في فيلم الناظر بدور ميس انشراح، الدور اللي خلى اسمها يتردد على لسان كل الناس. بلاي بي تقيلة يعني يلعب، براون بني ده اللي انا لابساه ده. وبعدها في عسكر في المعسكر بدور الست كوريا، اللي أكد إن حنان عندها موهبة كوميدية مش عادية. كوريا ما تثبتنيش، دول هم يومين بكتير واروح قلبي. لا لا بلاش كده، عشان خاطري يا نور عيني. ما تبعتنيش، يا حنينه ما تودينيش، يا ام بق كبير. القط دي يا ذكري. كانت بتضحك قدام الكاميرا، لكن بعيد عنها كانت بتحارب جواها حرب ما يعلمهاش غير ربنا. كل يوم كان بيمر الضغط النفسي بيزيد، الناس ما شافوش غير الضحك والابتسامة، لكن محدش حس إن جوه الفنانة دي جرح كبير، جرح بيكبر مع التنمر والرفض. وفي سنة 2004 جات الصدمة، خبر وفاة حنان الطويل نزل زي الصاعقة، مشهد النهاية اللي محدش كان متوقعه. وفاتها فضلت غامضة لحد النهاردة. في روايات قالت إنها اتقبض عليها بعد شكاوى من جيرانها اللي كانوا شايفين إنها بتعاني من اضطرابات نفسية، واتحجزت في مستشفى للأمراض العقلية. وفيه اللي قال إنها توفت أثناء جلسة كهرباء قوية للعلاج. وروايات تانية بتقول إنها ما استحملتش الضغوط النفسية وانتحرت. لكن الحقيقة اتدفنت معاها، زي ما لو كانت قصتها كلها مش مسموح لحد يعرف نهايتها بوضوح. رحيل حنان الطويل كان صرخة بتقول إن الناس ممكن يكونوا قاسيين لدرجة تدفع إنسان ينكسر، وإن الفنان اللي بيضحكنا ممكن يكون أكتر حد موجوع. ويمكن السبب إننا لحد النهاردة بنتكلم عن حنان الطويل مش بس موهبتها، لكن لأنها بتمثل رمز لمعاناة إنسانية كبيرة، رمز لطيبة ما استحملتش قسوة الدنيا.
رحم الله الفنانة حنان الطويل وغفر لها، وجعل ما قدمته من بهجة وضحكة في ميزان حسناتها.